إخواني، حقيقة جاءنا نبأ شهادة أو وفاة الأخ المحاور الفذ الشيخ أحمد الإمامي رحمه الله، وكان لا أقول أنه مفاجئ لأنه لا توجد مفاجأة بالموت، فالموت حق على كل حي خلا الله سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. حينما جاءني الخبر كنت من أوائل المتواجدين في المغتسل، وقمنا بالإشراف على تغسيله أنا وسماحة الشيخ زين العابدين حفظه الله، الشيخ المعروف. وكان كم وجمهرة كبيرة من الإخوة المؤمنين قد اجتمعوا، بعضهم من النجف، بعضهم جاء من بغداد، بعضهم من محافظات أخرى، من محبي الشيخ ومن أقاربه. وأتذكر من المحاورين كان الأخ أبو علي الجلاد سمير حفظه الله، وأبو علي الصياد، وأبو علي الموت الأحمر، ومصطفى الأستاذ مصطفى البياتي، والشيخ زين العابدين، وكذلك الحاج وعد اللامي، والأخ أبو تراب، والبعض كنت ربما ما أعرفهم، الله يحفظهم، أيضا من المتابعين كانوا لسماحة الشيخ. فالإشراف المباشر على التغسيل كان من قبلي أنا وسماحة الشيخ. أول قضية اللي لم تسمعوا بها أن سماحة الشيخ أحمد رحمة الله عليه كان عنده كفن جيء به معه حينما وصلت الجنازة، قالوا للشيخ عمار هذا كفن الشيخ. والظاهر أن الشيخ يعني قد أخذه لكل مكان يحبه، حينما ذهب إلى الكعبة المشرفة مسحه بالحجر الأسود وبالبيت، كذلك حينما زار الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الرضا، كان عنده هذا الكفن كفنا يعني يحبه ويتمنى أن يكفن به. وإن دل هذا على شيء فيدل على استعداد المرء للموت، فكان مستعدا جزاه الله خير جزاء المحسنين، علما أن الكفن لابد أن يخمس كل سنة، هذه معلومة جانبية. لكن مع الأسف هذا الكفن كان صغيرا، ما كان يكفي لجسد الشيخ حتى لغيره، لأن هذه الأكفان التي تباع بالأسواق ليست كالأكفان الموجودة في المغتسلات. المغتسل يكون كبير فضفاض حتى يكفي. فأخبروني بأن الكفن ما يصير على الشيخ سماحة الشيخ رحمة الله عليه، فبحمد الله اشتريت له كفنا، وثمن هذا الكفن كان هو من مجلس الإمام الحسين. هذه البركة الأولى، كان في جيبي هدية أعطيت لي على مجلس قرأته، فاستخرجت هذا المال واشتريت له كفنا منه. ثم بعد ذلك والشيخ زين شاهد على الحدث، وأخو الشيخ كان موجود معنا، لما كان المغسل يغسله، إخواني معروف أن الذي يصاب بالجلطة، أنا لاحظت حالات كثيرة أنه يتحول وجهه إلى أسود. لماذا؟ لأن الدم يتجمع في الرأس، يجتمع في الرأس ثم يتخثر فيتحول الوجه إلى أسود، بخلاف الجسم الذي يتحول إلى أبيض، لأنه سيخلو من الدم، لأن الدم سينزل في الظهر. ذلك إذا تقلبون الميت تشوفون ظهره أحمر، لأن الدم ينزل إلى ظهره. كونوا على ثقة، وسماحة الشيخ زين العابدين شاهد، وربما تعرفونني لا أحتاج إلى شاهد، لا أبالغ أبدا، والله 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 كان وجهه كجسده، إلا قليلا من التغير، وهذا أمر طبيعي. وأشهد الله، وقلت للشيخ زين العابدين، قلت له انظر، والله إنه كان مبتسما، والله والله والله، وإنه قسم لو تعلمون عظيم. حينما يعني وضعه المغسل على جنبه الأيمن رأيت منه ابتسامة، وأشهدت عليها الشيخ زين العابدين، قلت له الشيخ كان مبتسما، بالتأكيد يكون مبتسما، ألا من مات على حب محمد وآل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا من مات على حب محمد وآل محمد زف إلى قبره كما تزف العروس إلى بيت خدرها وبيت زوجها. أنا أعتقد أنه رأى ما رأى من البشرى حتى ابتسم لهذا الأمر، علما أنا حضرت كثيرا باعتباري أني أسكن في النجف، فأحضر كثير من التغسيل، وأكون مراقبا، لأن بعض المغسلين يكون عنده أخطاء، فأكون مراقبا على التغسيل، فأرى بعضهم قد علاه الكمد، ووجهه أرى وجهه فيه حزن. هذا الرجل رأيت على وجهه ابتسامة، وهذه المرة الأولى. والبشرى الثانية إخوتي، أقيم
منذ تغسيله إلى دفنه، والأخوة موجودين، 4 مجالس نعي على الإمام الحسين عليه السلام، وكلها بثوابه. بعد ذلك انتقلنا إلى الصلاة عليه، نقلناه من المغتسل، حمله الأحبة على الرؤوس وعلى الأكتاف، وأخذناه إلى مرقد أمير المؤمنين. وكما تعلمون أنه الميت الذي يؤتى ما يوضع في الصحن، يوضع في الغرفة التي على اليمين من شارع الطوسي. فلما رأوني قالوا شيخنا سنفرغ لكم الجناح الأيمن من الصحن، فأفرغ أو وضع لنا مكان فصلينا عليه في هذا المكان، وبقي قرابة الساعة يمكن في هذا المكان. وزرنا زيارة أمين الله والشيخ زين العابدين، زار زيارة عاشوراء للإمام الحسين، وكانت الأصوات مرتفعة بالبكاء والدعاء. صلينا عليه، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المقبرة، إلى قبره، وقبره موجود الآن، علمناه وبينا أين هو، نقطة موجودة أيضا بإمكانك على خرائط جوجل تكتب قبر الشيخ أحمد الإمامي وتندل. المكان في الفتحة 7 عمود 126، من يذهب إلى النجف فليزره. فحينما جئنا إلى القبر وكان في منتصف الليل، أقسم بالله أنه أنزل قبيل أو بعد، كان تردد من عندي، لا عفوا بعد أن أذن المؤذن لصلاة الصبح في يوم دفن الأجساد، أجساد أهل البيت عليهم السلام. كان يوما عظيما، وأنزل في قبره، وكان من أسهل ما يكون الكفن الذي هو له حينما دفناه وضعناه فوقه، يعني ما يعني أمنية الشيخ حققناها بأن كان الكفن معه فوق الكفن، يعني جعلناه مثل الحبرة، ثم أهلنا التراب عليه بدموع جارية، حسرات وارية، وانفعالات كثيرة من إخوانكم المحاورين. رأيت الحاج أبو مصطفى حاج وعد قد انهار بالبكاء، أبو علي سمير، سيف، أبو علي الصياد، كل الإخوة، الشيخ زين العابدين، كلهم كانوا متأثرين مع حفظ الأسماء والألقاب. كانت لحظات أليمة جدا، ولكن الحمد لله أنه لم يغير ولم يبدل، وسار على ما سار عليه المؤمنون من خدمة محمد وآل محمد. أما احتفال هؤلاء فلقد احتفلوا حينما مات الذي هو خير من شيخ أحمد. احتفل أعداء أهل البيت حينما استشهد رسول الله، بل تركوا رسول الله 3 أيام لم يدفنوه حرصا على الدنيا. احتفلوا حينما استشهدت الزهراء عليه السلام وارتاحوا منها. احتفلت عائشة حينما جاءها نعي أمير المؤمنين، واشترت عبدا أسمته عبد الرحمن واعتقته، وسجدت لله شكرا وذبحت جزورا، وهذا ما يذكره الشيخ المفيد في كتابه الجمل. فرحت حينما استشهد الإمام الحسن عاقر الجمل، ولو أنها أدركت الإمام الحسين لفرحت بذلك. نقرأ في الزيارة إنه يوم فرحت به آل مروان وآل زياد بقتلهم الحسين وآل أبي سفيان. أنا لا أشبه الشيخ أحمد بالإمام الحسين أو بالإمام علي، لا، أنا أشبه المواقف. فهؤلاء القوم هم أحفاد أولئك القوم وأبناء القوم، فحينما يفرحون يدلل هذا على أن الشيخ كان حجرا على قلوبهم. فلما مضى إلى ما يمضي إليه الناس أجمعون، أن الموت لا يعرف، لا يفرق بين نبي ولا وصي ولا عبد ولا أي شخص ولا شيطان ولا جن ولا إنس، الكل يمضون، ولكن الفرق أن نمضي على الصراط السوي. فلما مضى على صراطه السوي استبشر 2، الأول السلفيون، والثاني لا أذكره إلا في وقته حتى لا تكون فتنة، وهم من أدعياء التشيع، يسمون زورا بأنهم شيعة. يختلف معك بالتقليد، يختلف معك بالآراء، يختلف معك بأي شيء، ولكن يجتمع معك بكثير من الأمور. في بثك تضحك تقول لا نستطيع الضحك، وفي بثك تقول لا نستطيع الكلام عليه بعد الآن، بدل أن تترحم عليه وتذكر ما فيه من مناقب من دفاعه عن أهل البيت. ربما عرفتم من يكون هذا الذي يتربص بالمؤمنين. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنسوا أخاكم بالدعاء وبالصدقة
وبزيارة قبره جزاكم الله خير، فله حق عليكم لطالما علمكم، طالما تعلمنا منه، لا أقولها تواضعا، وإنما المؤمنون بعضهم يتعلم من بعض، بعضهم يتعظ ببعض، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. ونختم إن شاء الله تعالى بقراءة الفاتحة له مع الصلاة على محمد وآل محمد.